رولكس الاسم بيحكي القصة كلها. لما تيجي تفكر في ساعة أول اسم هيجي في بالك هو رولكس. بس هل أنت فعلا تعرف كل موديلات رولكس؟ يعني مثلا أغلب الناس بيكونوا عارفين عدد محدود منها، لكن الحقيقة البراند بيقدم تشكيلة أوسع مما تتخيل. فتعال معايا في الفيديو ده أقولك إيه الموديل المناسب ليك لو هتشتري رولكس لأول مرة. فعشان كده لازم تعرف إن كل موديل بيعبر عن شخصية وستايل مختلف، وعشان كده في الفيديو ده جهزت لك كل تشكيلات رولكس الأسطورية، وأنت ليك إنك تختار في آخر الفيديو. تابع معايا الفيديو للآخر عشان تعرف إيه الساعة اللي ممكن تناسب ستايلك وشخصيتك. أولاً لمحة سريعة عن تاريخ رولكس. شركة رولكس اللي نعرفها النهاردة تأسست سنة 1905 على إيد رجل أعمال اسمه هانز ويلزدورف وألفريد ديفيس في لندن. ويلزدورف وديفيس ما كانوش أصلاً صناع ساعات، هم أصلاً كانوا مستوردين بيستوردوا من سويسرا وبيجمعوا وبيبيعوا لتجار التجزئة. بس كان عندهم لمسة خاصة، واللمسة دي إن هم بيحطوا الدي والدبليو على الكيس بتاع ظهر الساعة، والدي والدبليو دول بيعبروا عن أول حرف من اسم كل واحد. لكن هانز ويلزدورف كان عنده طموحات أكتر. في 1908 قرر إنه يغير اسم الشركة لرولكس، وبدأ في تصنيع ساعات بأعلى جودة ممكنة، وده اللي خلاهم إن هم يكسبوا أول شهادة كرونوميتر سنة 1910 من سويسرا. وسنة 1914 شركة رولكس أخذت أول شهادة كلاس A كرونوميتر من إنجلترا من مكان اسمه كيو أوبزرفيتوري، ودي كانت لمسة غير مسبوقة لساعات غير بحرية. لكن الإنجاز الحقيقي حصل في سنة 1926 و 1931 لما قدم ويلزدورف اتنين من اهم الابتكارات في عالم الساعات، واللي هما الاويستر والبربيتشوال. وهقول لك دلوقتي يعني ايه الاويستر ويعني ايه البربيتشوال. نظام الاويستر هو اول نظام مضاد للميه والاتربه، وطبعا التطور ده ساعتها كان جامد جدا واللي خلى الساعه عمليه جدا للاستخدام اليومي. تاني حاجه حركه البربيتشوال، وهو ميكانيزم اوتوماتيكي بيظبط الساعه مع حركه معصم ايد الشخص من غير ما تظبطها يدوي. والابتكارات دي خلت شركة رولكس واحدة من أقوى وأشهر البراندات الساعات في العالم. تعال بقى أكلمك على براندات رولكس وإيه اللي ينفع معاك لستايلك وشخصك. موديلات رولكس الاحترافية. أول ساعة معانا واللي هي كوزموجراف دايتونا، ودي اللي بيقولوا عليها أيقونة ساعات رولكس. دايتونا مصممة خصيصا لعالم سباقات السرعة، ومشهورة بتصميمها الفريد والتاكوميتر على الإطار بتاع الساعة. لكن اللي زود شهرة الساعة دي ارتباطها الشديد بممثل بول نيومان الشهير في هوليوود، لدرجة ان واحد من موديلاتها الخاصة اتباع برقم قياسي 17.8 مليون دولار. فانت متخيل يعني ايه ساعة تتباع بمبلغ ده؟ تاني ساعة معانا واللي هي السبمارينر، ساعة الغطس الأسطوري. تم إصدارها سنة 1953، وكانت أول ساعة غطس حقيقية مقاومة للمية لعمق 300 متر. لكن السبمارينر ما كانتش مجرد ساعة غطس، بل هي كانت قطعة فنية تقدر تلبسها مع بدلة أو حتى تقدر تلبسها مع كاجوال عادي. احدث اصدارات السبمارينر واللي بقت بحجم 41 ملم بقت انحف شويه وجايه باصدارين، الكاليبر اللي هي 3230 ودي بدون تاريخ، والاصدار الثاني واللي هو الكاليبر 3235 ودي مع تاريخ. فانت لو بتدور على ساعه قويه وعمليه وبتناسب كل الاوقات، فالسبمارينر هي الساعه المثاليه للحاجه دي. رقم 3 واللي هي السي دويلر. سنه 1967 رولكس رفعت مستوى ساعات الغطس مع إصدار السي دويلر بمقاومة مائية لغاية 1220 متر. انت متخيل احنا كنا بنتكلم على السبمارينر 300 متر، جت السي دويلر بقت 1220 متر. الرقم جامد، وهي مقاربة للستايل بتاع السبمارينر اصلا. لكن السي دويلر اكبر وامتن علشان فيها نظام اسمه رينج بلوك تابع لرولكس. فانت لو بتحب الغطس وبتحب الهندسة الدقيقة فالسي دويلر هي اختيار مثالي ليك برضه. رقم 4 الديب سي. الديب سي هي الاكثر ساعات تم اختراق فيها عمق البحر. ديب سي تشالنج هي اول ساعه مصنوعه من التيتانيوم من رولكس وبتقاوم ضغط الميه لغايه 11000 متر. في سنه 2024 تم اصدار منها ذهب بالكامل بمينا زرقاء، وده بيدل على الفخامه. رقم 5 واللي اسمها ياكت ماستر. بعيدا عن اننا كنا بنتكلم على كذا ساعه برضو ليهم علاقه بالبحر، بس الياكت ماستر مميزه لان هي مصنوعه بمعادن مميزه جدا في الاطار بتاع الساعه دي، وده بيدي
لمسة أناقة بجانب وظيفتها العملية المخصصة للساعة دي. وفي سنة 2024 تم إيقاف الياكت ماستر 2 علشان يخلوا الياكت ماستر الأساسية هي اللي تكون متصدرة الصورة في الموديل ده. رقم 6، في الثلاثينات كانت رولكس بتصنع ساعات للمغامرين والمستكشفين، وده اللي خلى رولكس ان هي تعمل ساعة اسمها اكسبلورر في سنة 1953، وكمان اكسبلورر 2 في سنة 1972. الفرق الأساسي إن الاكسبلورر 2 بيضم عقرب 24 ساعة عشان يخلي المستكشفين وهم لابسين الساعة دي لو كانوا في أماكن ضلمة يعرفوا يميزوا ما بين الليل والنهار. في 2023 تم استبدال النسخة 39 ملم بنسخة تانية 40 ملم علشان تكون راحة أفضل في المعصم، فأنت لو بتحب المغامرات والاستكشافات هي الأنسب ليك. رقم 7، GMT ماستر 2، والساعة دي خليني أتمزج لك فيها وأنا بكلمك. تم تصميم الجي ام تي ماستر 2 خصيصا للطيارين او الافييترز، وهي اول ساعه بتعرض توقيت مزدوج مع عقرب 24 ساعه مع اطار دوار. من اشهر الساعات الجي ام تي ماستر 2 البيبسي والكوك والباتمان، وفي من اصدار الباتمان بات جيرل والروت بير. في سنه 2024 رولكس اصدرت لاصدار الجي ام تي ماستر 2 اصدار جديد بلون اسود ورمادي. لو بتسافر كتير وبتحب التوقيت المزدوج فالجي ام تي ماستر 2 هي الاختيار المثالي ليك. خليني اقول لك ان الجي ام تي ماستر 2 هي من اقوى ساعات رولكس، واللي بيقولوا عليها الاسطوره اللي بتعيش عبر الاجيال. الجي ام تي ماستر 2 هي مش مجرد ساعه، هي ساعه ايقونيه ومميزه جدا للسفر، وبتاكد تميز رولكس في صناعه الساعات. رقم 8، الاير كينج، هي ساعه طيارين بامتياز وبتعتمد على الوضوح كاولويه، وده من زمان، من اول اصدار ليها سنه 1958. وبرضه التصميم الجديد للساعه دي بيحافظ على تراث الطيارين من الثلاثينات مع شويه تحديثات زي الكراون جاردز والحركه الحديثه ومسار دقائق دقيق، رغم صغر حجم الساعه دي واللي هو 40 ملم، واللي هو حجم غير تقليدي للطيارين، الا ان وضوحها بيعوض ده بجدارة. وكمان في ميزه ثانيه للساعه، عقرب الساعات الاخضر بيخلي الساعه دي من اشيك الساعات الاحترافيه في شركه رولكس. فانت لو من الاشخاص اللي بتحب الكلاسيكيات والحرفيه والابتكار فساعه اير كينج مثال مناسب ليك. رقم 9، ديت جاست 31 ملم، مثال على التنوع والأناقة في عالم رولكس. لما الساعة ديت جاست دي ظهرت سنة 1945 كانت أول ساعة في التاريخ بتعرض التاريخ في مربع صغير في الإطار بتاع الساعة. ومن أول سنة 1955 بدأ التاريخ بيتغير عند منتصف الليل، يعني أول ما الساعة تيجي 12 التاريخ بيتغير لوحده أوتوماتيكي. طبعا أنا بكلمك في 1955 مع وجود ابتكار زي كده يرفع له القبعة. الساعة متاحة بأحجام من أول 31 ملم لغاية 41 ملم مع اختيارات متنوعة للمينا والخامات زي الذهب والستانلس ستيل. الديت جاست دي تعتبر من أفضل الساعات اللي أنت تقدر تستخدمها في مكان رسمي أو في يومك العادي خالص، بتناسبك مع أي وقت وبتساعدك في أي مكان. رقم 10، رولكس ديت. سنة 1956 رولكس قدمت أول ساعة واللي هي الديت بتقدم فيها التاريخ واليوم كامل في المينا بتاعها، وده اللي خلى الساعة دي الخيار الأفضل للرؤساء والمشاهير، لدرجة إن الساعة دي خدت لقب ذا بريزيدنت، الرئيس، ومتوفر منها أحجام من 36 لغاية 41 ملم، وكلها مصنوعة من المعادن الغالية، وده اللي بيأكد مكانة الساعة دي للسلطة والناس الأثرياء. في سنة 2023 إصدار جيكسو بازل، إصدار موجود بألوان مختلفة وكلمات إيجابية، وحتى مكان التاريخ ما بقوش يحطوا التاريخ، بقوا يحطوا ايموجيز، وده خلى رولكس إن هي تبعد عن التصميم الكلاسيكي حبتين. رقم 11، اويستر بيربيتشوال، ودي اللي بتجمع ما بين العملية والأناقة، ودي يعتبر من أول الإصدارات اللي عملتها رولكس اللي كانت مضادة للمياه سنة 1926. وتصميم الساعة بسيط، لكن رولكس أضافت ليها تصميمات إبداعية زي مثلا الألوان بتاعة المينا بتاعة الساعة زي الأخضر الزيتوني والأزرق والتركواز. كمان في سنة 2023 نزل إصدار اسمه سيلبريشن دايل اللي بيجمع ما بين الألوان اللي ذكرناها من شوية في تصميم واحد، واللي جاية بأحجام من 28 لغاية 41 ملم. رقم 12، سكاي دويلر. على عكس الجي ام تي ماستر 2 اللي مصممة للطيارين، سكاي دويلر معمولة للناس اللي بيسافروا درجة أولى
وبيحبوا الساعات المعقدة. الميزة الأساسية في الساعة دي هي القرص الدوار اللي بيعرض توقيت المنطقة التانية بوضوح، وكمان الكوماند بيزل اللي بيسمح لك بتعديل الوقت والتقويم بسهولة جدا. في سنة 24 رولكس عملت فيها شوية تحديثات، واللي هي أضافت ليها سوار الجوبلي واللي ادتها لمسة أناقة جامدة جدا. رقم 13 البربيتشوال 1908. سنة 23 رولكس قدمت خط ساعات جديد للساعات الكلاسيكية واللي هي باسم بربيتشوال 1908، وده كان تكريما لظهور اسم رولكس على الساعات لأول مرة في سنة 1908. الساعة بتيجي بتصميم 39 ملم مع إطار مزدوج. وسنة 24 نزل إصدار جديد بمينا نوعه جيلتش، واللي مش عارف الاسم انا نطقته صح ولا غلط بس موجود عندك على الشاشه، مع حركه كاليبر 7140 بطريقه مذهله زي كوتس دي جينر بلمسات فاخره جدا، واللي بيخليها خيار مناسب لعشاق الساعات الكلاسيكيه. تعال بقى اكلمك على الساعات اللي رولكس وقفت انتاجها. رقم 14 ميلاجس. الساعه دي كانت مخصصه للعلماء والمهندسين بفضل مقاومتها للمغناطيسيه لدرجه 1000 جاس، اللي ليها تصميم مميز مع ازاز سفير اخضر وعقرب ثواني على شكل الباور او الصاعقه باللون البرتقالي. لكن الساعه دي بالذات لقت منافسه شرسه للساعات الثانيه المضاده للمغناطيسيه. وفي 23 رولكس قررت ان هي توقف الانتاج بتاع الساعه دي، بس خليك فاكر ان الساعه دي من افخم الساعات الكلاسيكيه لمحبي وعشاق جمع الساعات الكلاسيكيه. رقم 15 رولكس تشيليني. على عكس الاصدارات القويه لساعات رولكس، كانت مجموعه تشيليني مثال للاناقه والكلاسيكيه، واللي اصلا الساعه دي كانت مستوحاه من الفنان تشيليني. ومع مرور الوقت رولكس بدات توقف معظم اصداراتها، واللي كان اخرها تشيليني مون فيس. رقم 16 ياكت ماستر 2 لعشاق اليخوت، واللي كانت بتتميز بالفيجاتا كاونت داون تايمر اللي بيساعد البحاره في ضبط توقيت السباقات البحريه. وفي سنه 24 رولكس تقرر ان هي توقف انتاج الساعات، وفي الغالب ده علشان ان هي بتتجه لانتاج الساعات الاكثر شهره والمناسبه للكل. ودي كانت لمحه عن عالم ساعات رولكس اسطوريه. وكل ساعه من الساعات اللي ذكرناها في الفيديو ده هي مش مجرد ساعه بنعرف منها بس الوقت، لكنها رمز للفخامه والابداع والحرفيه. فقول لي بقى في التعليقات انهي ساعه من الساعات رولكس اللي قلناها في الفيديو تناسب شخصيتك وستايلك. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لنا لايك وتشترك في القناه علشان تشوف الفيديوهات الجايه. ولو ما عجبكش الفيديو ففي الغالب انت ذوقك مش قد كده في اللبس. بهزر معاك يا عم. يلا اشوفك في الفيديو الجاي. سلام.